كيف نعرف السروري بمفهوم ياسر البصري المدخلي؟ على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العالي حبر الملا فرد العلا الرباني رب الحجى محي الدجى الشيباني فإنه إمام أهل الأثر فمن نحى منحاه فهو الأثر. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بالسلام إخواني. المدخلي إذا ما ابتدع يعني شيء في دين الله عز وجل، وإذا ما طبل للحكام ما يستطيع ينام، لازم يطبل للحكام. تمام؟ لازم يوصلون لدرجة يعني عياذا بالله. فخلونا نستمع لياسر المدخلي. يقول السؤال يا شيخ: كيف أعرف السروري؟ اي حلوة هاي، كيف يعرف إيه والله يعني المداخلة يعني عليهم حركات غريبة. تفضل. السروري؟ السروري تعرفه من لحن قوله. خلاص عرفنا إيش هو لحن القول بقى. تفضل. السروري إذا أردت أن تعرف السروري مباشرة اذكر الحكام بخير. خلاص اذكر الحكام بخير أمامه فأنت راح تعرف هذا سروري ولا لا. كمل. قل الرئيس السيسي حفظه الله قال لك لا وقف. كشفتك بس قلت وقف ولا شيء. كشفتك أنا. السيسي فعل كذا وكذا وكذا وكذا. أيوة عرفنا إنه إيش هذا سروري مو مضبوط، لكن إن دعا له بخير. كشفك المحقق ياسر المدخلي. كشفك ياسر المدخلي. انتبه يا سروري انتبه. إذا قلت السيسي قال اللي يقدر على ربنا يقدر علينا، وإذا قال لك الملحدين مسلمين، ومنع السلفية من الكلام في دين الله عز وجل من الفتوى كذا، كشفناك أنت سروري. أنت خلاص، نحن عندنا المحقق هون يكشفك. سهلة عليه. أدي الكشف كذا، ما يحتاج لا أجهزة ولا شيء، يكشفك مباشر من لحن قولك. إيش هو لحن قولك؟ إنك إذا ذكر أمامك السيسي وذكرت شيء من عيوبه فهون أنت معروف سروري محروق. خير، وهذا مذهب أهل السنة. لأنه مذهب أهل السنة إنك تذكر السيسي بخير. أنت لازم تذكر السيسي بخير. خلاص أنت يولي عليك الأشاعرة وكذا ويخلي الأشاعرة يفظعوا بالسلفية. لازم تذكره بخير يا أخي. إذا ما ذكرته بخير راح ينزعج منك. إن دعا له بخير قال وفقه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للخير. طبعا من مذهب أهل السنة إنك تدعي للحكام، نحن ما عم نقول غير هالكلام. ولكن أيضا إذا يعني أحد ذكر أمامك عيوب السيسي وكذا، هذا راح تخرجه من السنة. هي جديدة، لابد لك إنك تبرهن على كلامك. هات أعطينا من السلف قال بهذا القول. شوف، لو أنت جبت أحد وامتحنته بأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة، قلت لك عيننا وراس صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، امتحنته بالأئمة، كمان لك مخرج. يعني كمان قد يخرج يعني كمان قد يعني يوجد لك مخرج مثل الأئمة الكبار أحمد وغيرهم من السلف. ولكن إنك تمتحنه بالسيسي، هي بدنا يعني رح نمشي على قاعدتكم اليوم يا مداخلة. من سبقك إلى هذا القول؟ جبن. يعني بالله عليك أنت تريد السيسي يكون مثل عمر بن الخطاب؟ ليس بصحيح. إذا قلت لا بس يعني قل الشيء يكون يعني، أنا ما أريد أقول يكون مثل بعض الكفار اللي يحكموا غير دول غير يعني هنيك، ولكن يكون يعني على الأقل يحترم شوي السلفية. ما أنك سلفي على الأقل شوي هيك، مش كل نهار والثاني مجرجركم. طبعا والله يقول هذا الكلام ليس شمة، أقسم بالله بالعكس، الإنسان يحترق قلبه. لما تشوف أنت يعني السيسي جالس يفضع بالسلفية، تمام، فأكيد راح تنزعج. طبعا أنا ضد هاي التسميات كلها. الإنسان يسمى بتسمية الإسلام، ولكن خلاص شيء معروف عند الناس سلفية نقول به كقول. مالي سلفية تمام. تريده كذلك فكن أنت كرعية عمر.
الأمر يسير كما قيل لعلي رضي الله تعالى عنه. عندما جاءه هذا الرجل الخارجي إيش قال له؟ قال: ما بال الناس لم يخرجوا على أبي بكر وعمر وخرجوا على عثمان وعليك. الناس خرجت عليه. قال: أنا كنت، هو يقول له: أنا كنت من رعية أبي بكر وعمر فلم يخرجوا علي، أما أنت وأمثالك فهم من رعيتي فخرجوا علي. شفت شلون؟ الأمر يسير جدا، الأمر يسير. هذا الحاكم الذي تريده أن تكون أنت مثل كعمر وغيره ولن يكون ذلك، هو نفسه كما يكون من رعيته، كما تكون يولى عليكم. يعني ضروري هو يكون أفسق الرعية مثلا؟ لابد مثلا أنه السيسي وكذا يكون من أفسق الرعية؟ ما يصير يكون مثلا واحد منيح منهم يكون أفسق واحد. يا شيخ لا تخلط عباس بدباس. قل لنا من سبقك بهذا القول من السلف فقط. أما تخلط عباس بدباس هي مش عارفينه. والآن شوفوا سبحان الله عند المداخل لابد لو أنه يخلط، لأن إجاب موضوع الخروج، إجاب الخوارج على الموضوع. فقط أنت الإنسان قال لك السيسي فعل وفعل، تمام؟ هذا أنت رحت بدعته وصنفته بأنه سروري. هذا الآن إيش دخله بالخروج؟ لا، المدخل لابد لك أنه يخلط. هي مختصرة في السروري بارك الله فيك كشفه يسير. أي يكشف لك إيه كشفه يسير؟ إيش يا أخي تمتحنه فقط بالسيسي. والله أسهل من كشف السروري ما يوجد. سهل، الشغلة سهلة ويسيرة. وذكرت ذلك أنا مرة في مقطع موجود. السروري هو إيش؟ سلفي من الخارج، إخواني المحرك. المحرك إخواني عليك دم خفيف. دمه خفيف ما شاء الله. تلقى يتكلم بالسياسة وما عند السياسة والحاكم الفلاني وعلينا إصلاح عنا كذا وكذا وإلى آخره. هذا ليس بصحيح. أما السلف يا أخي أنت بس تذكر أمام المدخل علينا الإصلاح، هذا شيء يعني معيب، شيء مشين. إيش واحد يصلح؟ يا أخي ما تصلح، اتركك افسد مع الناس يا أخي. إيش تصلح؟ فإنه ينصرف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نفسه يصلح نفسه كما قال. يصلح نفسه، أما ما حوله كذا خلاص ليش لا يصلحه؟ خلي الفساد. إيش الشغلة؟ يعني ليش؟ شوف يعني الله المستعان، إيش عندهم تصنيفات، إيش عندهم كلام خرط بخرط، يعني شيء واو. قال يقول الألباني رحمه الله تعالى. نعم. هذا ونطالب ياسر بأنه يجيب لنا يلي سبقوا بهذا القول. مدري كم مرة صار عندناها حتى ما ينسى طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.